الناس بتنتقد صلاح وفان دايك، ما بتنتقدوش هو، بتيجي هو الثالث. فلازم يعرف انه ماسك فرقه كبيره وتلعب على نقاط قوتك يا نجم. مفيش اعذار، اعذار ورا اعذار، اعذار. العب يا عم، في عمق تشكيله. من صارفين عليك في نص مليار في الصيف، وتيجي تقول لي ما عنديش عمق تشكيله، وتبص لي للارسنال وتبص لي للسيتي. ما تبص لنفسك يا نجم. تبقى 7 ماتشات خسران 6 ماتشات وتيجي تقول لي ما عنديش عمق في التشكيله، عندي اصابات. تعامل مع الامور. انت مش ماسك فرقه صغيره، انت ماسك فرقه كسبت بيها الدوري. ورينا نفسك، لان زي ما قلت لك المرحله بتاعه الجوده بتاع اللعيبه هي اللي تنقذ المدرب. انا ما عنديش ثقه فيه، انا عندي ثقه في الجوده، ان ممكن ترجع الفريق للنتائج الايجابيه بالنسبه له. فالثلاث ماتشات من بدايه النهارده، ماتش ريال مدريد في دوري الابطال وماتش السيتي في الدوري، مرحله بتبقى مختلفه بالنسبه للاعبين وايضا المدرب. ده 28 فرصه محققه. تعرف ارسنال متصدر الدوري كم فرصه محققه على مرماه؟ فرصتين. فدي مشكله، بقى الوصول لمرماك مستباح. وعلى فكره انا مش عاجبني تعامله في المؤتمرات الصحفيه يا محمد. ليه؟ لانه بيدي اعذار، فاهم؟ عذر. المنافسين بيلعب كور طويله وبيستولوا على الكره الثانيه، المنافسين مميزين في الكرات الثابته، المميزين بيلعبوا على نقاط ضعفنا. انت هتتحكم في لعبك وتتحكم في لعب المنافس، ما تخليك في نفسك والعب على نقاط قوتك. لان الصفقات الجديده نص